مقبولة والحسن الثاني طيب الله تراه بالحلول السلمية لاستكمال الوحدة الترابية للمغرب. وهكذا أعلن عن تنفيذ مسيرة سلمية لاسترجاع صحرائنا من يد المستعمر الإسباني، بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية بلاهاي على روابط الولاء والبيعة التي جمعت دائما بين الصحراء والمملكة المغربية. وقد وجد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني الاستجابة المعدودة في شعبه، حيث نهض كرجل واحد يتطوع للمشاركة في المسيرة الخضراء 350,000 مواطن ومواطنة انطلقوا بنظام وانسداد، وهم حاملين المصحف الشريف والعلم المغربي ومتشبثين بعدالة أمر، ووفرت كل أزواجهم من الخيام والمؤن والتطهير. يوم 5 نوفمبر سنة 1975 خاطب جلالته المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: شعبي العزيز، أنتم تقبلون أرضا من وطنكم العزيز. لقد شكل خطاب 5 نوفمبر إذنا انطلاق المسيرة، حيث عبر المشاركون الحدود الوهمية للصحراء المغربية، فحققت بذلك المسيرة المبتغى، وتم تحرير أقاليم من الجنوبية، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والنماء تحت القيادة الحكيمة للمغفور له الحسن الثاني، مكافحا عن وحدة وطنه من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم لأسرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. شكرا جميعا. شحال بغيتي؟ الاعتمادات غير شحال بغيتي؟ شكون اللي 3 في العام داير الجمعيه دابا ديال المبادره ديال زوينه واش ماشي كاع المبادره الوطنيه سوا المسيره كتكون واحد الكافي بيبات فيه القراءه فيه كلشي فهمتي والسلام تغيب السلعه تخرجوا برا باش تسمي باش تغيب هذيك السماعات شي دراري صغار في الوسط هذيك راه سمعت واحد الاغنيه بلونبلي غنات واحد التلميذه ونادت ترجمتها واحد الترجمه فوريه راني مسجلها انا كيبقى خاص شي اساتذه الله يهديهم مع التعاون